كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية الوطنية أن امتناع الأساتذة المتدربين من تسليم نقط الامتحانات والفروض سيوقف برنامج مسار بشكل كامل، وهو ما سيحرم التلاميذ من نقط الدورة الأولى وفق التوقيت المحدد. وأضاف ذات المصدر أن امتناع أستاذ واحد عن تسليم نقط فصله وتعبئتها ببرنامج مسار الذي تشتغل به الوزارة على المستوى الوطني سيحرم جميع تلاميذ المغرب من معرفة معدل الدورة الأولى، ناهيك عن امتناع قرابة 10,000 أستاذ تسليم نقط الفروض والمقررة كآخر أجل هو يوم 23 يناير، ما يعني الشلل التام لبرنامج مسار على الصعيد الوطني. ويأتي المجلس الوطني للأساتذة المتدربين وسط تذمر كبير بعد ترسيب زملائهم بمركز العرفان وعدم توصلهم بقرارات التعيين والتوظيف. للمزيد من الإخبار الحصرية على مدار اليوم والأسبوع لا تنسى الاشتراك في قناتنا. شكرا والى اللقاء.